أثرت فيني كثير جدا. ذلكم الموقف الذي أصبحنا ما نسمعه الآن. مواعيدنا في المجمع الفلاني، ونلتقي في المطعم الفلاني، وعقبال ما تسكن بيتك واللقاء في الصالة الفلانية، هل دعا بعضنا لبعض كما دعا أبا هريرة؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقف مع سعيد بن المسيب يوما وقال يا سعيد، وقال له يا سعيد أسأل الله أن يجمعني ربي بيني وبينك في سوق الجنة. يا سعيد أسأل الله أن يجمع الله بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد أو في الجنة سوق؟ قال نعم. قال نعم، أخبرني صلى الله عليه وسلم. اسمعه واسمع حديث سوق الجنة، والحديث عند ابن ماجه. اسمعه لعل قلبي وقلوبكم ينتقل الآن من هذا المخيم حتى يرحل إلى سوق الجنة، حتى يرى ما فيه، حتى يسمع أخباره، حتى يسمع أموره، حتى يسمع أحواله. اسمع خبر أبا هريرة إذ يخبرنا فيقول أخبرني صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله ويبرز لهم عرشه، ويبتدئهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم على منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور، ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا في الجنة؟ هل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تمارون في رؤية ربكم جل وعلا. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله جل وعلا محاضرة، حتى يقول إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا، فيذكره ببعض أموره، فيقول يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول بلى. فيقول بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثله ريحا، ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فيقومون فيقول خذوا ما اشتهيتم. تلك اللحظات هل أنا وأنت نوفق فيها؟ تلك اللحظات هل يا ترى نوفق فيها؟ أقول وبكل صراحة من لم يوفق للخلوة مع الله في الدنيا كيف يوفق للخلوة مع الله في الآخرة؟ إن الذين خلوا بالمعاصي والسيئات والذين بارزوا بالمعاصي والقبيحات كيف يوفقون
في الجنة بخلوة مع رب الأرض والسماوات. إن الذين ارتكبوا الموبقات وفعلوا السوءات وأقدموا على المنكرات كيف يوفقون؟